متتبعي الاوفياء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. هذا النهار غادي نقدم معكم الشوربه بالمرقه الشعريه بالمرقه. اول حاجه غادي نحتاجوها هي البصله، راني قطعتها مع شويه ديال القزبر ومعدنوس. وبالنسبه للناس اللي بغاو يطحنوها انا كنفضلها هكايا مقطعه. عندي واحد الاله يدويه، دابا نوريها لكم في واحد الفيديو. كتسهل عليا الخدمه وتبارك الله زوينه. وغادي نحتاجو شويه ديال الملحه، شي شويه ديال البزار باش ما تجيكمش حاره، واحد المعلقه مع مرش ديال سكينجبير، واحد المعلقه صغيره ديال الطماطم معلبه، وغادي نحتاجو واحد الكنور ديال البكري. وبالنسبه للناس اللي بغاو يديروا اللي عندهم اللحم متوفر يديروه، انا ما عنديش متوفر. غادي نكتفي غير بكنور. وغادي نحتاجو واحد نص كاس ديال الزيت، وعندي هنايا واحد جوج طماطم مطحونين، سلقتهم وغادي سلقتهم وطحنتهم. وهنايا غادي نحتاجو شي شويه ديال الماء. يلا غادي ندوزو على بركه الله باش نخدم معكم. غادي نديرو البصله ديالنا، ها هي. هذه بصله مشلله وحده، وغادي نديرو معاها نص كاس ديال الزيت، وغادي نديرو معاها هاد جوج طماطم اللي طحنت. وبالنسبه للعطريه راني هي هذه غادي نديرها هنايا. والملح على حسب الذوق، ملي تبغيو تزيدوا الملحه زيدوا، ملي تحب لكم المرقه زيدوها صافي. وغادي نزيد واحد شويه ديال الزعفران. واللي بغى يدير الخرقوم انا ما متوفرش عندي، يدير الخرقوم مطحون. انا عندي غير هذا الملون، غادي ندير الملون صافي. واحد شويه ديال الملون صافي، ونزيدو له واحد شويه ديال الماء هكا. فين طيب لنا الشوربه ديالنا صافي. ونردوه على النار يطيب. من بعد ما طيب ليا الشوربه ديالي ان شاء الله غادي نوريكم كي جات. من بعد ما طابت ديال المرقه ديالي غادي ندهن الشعريه بشويه ديال الزيت، ندهنها بشويه ديال الزيت هكا، نكسسها ونرميها في البرق طيب هكا باش كتجي محلوله كتلصقش. من بعد ما طابت ليا الشوربه ديالي هانتوما كي جات. تبارك الله، حطوها شي شويه تكون جاريه، حيت هي كتشرب ملي كتكون سخونه. يعني ما تجيو فين تعينوها تبرد كتكون شربت. ونتمنى تكون عجبتكم الشوربه ديالي، واشتركوا في هذه القناه وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم باش يوصلكم كل ما هو جديد. وشكرا.